يا عيني على الصبر. ثواني هندسه بالله عليك. الوحده ديت فيها مشكله كده، زراير لغايه حد معين وبعد كده بتتكسر، واغلبيه المشكله ديت بتكون من الملمع والسبريات. دي الفيشة؟ اللي هي بتاعه الاوكرا، لازم ماشي. بنفكها. ودي فيشة بتاعت الوحدة؟ الفيشة بتاعت الوحده. دي فرشه ما شاء فرشه الله. صغيره خالص. دي اللي هتنضف الكربون ده. كده الفينش اهو زي ما حضراتكم حلو شايفين. قوي. النضاره هتتحط هنا بدل ما بتضيع مني. واقوي، مش حاجه يعني خفيفه يعني. السلام عليكم. انا النهارده رايح عند فنان، هو مش صنايعي، هو فنان. الراجل ده شفت على التيك توك ما شاء الله بيعمل حاجات غريبه جدا وحاجات بتفيد كل الناس اصحاب العربيات. انا مثلا النهارده رايح له عندي مشكلتين. المشكله الاولى ان انا الزرار ده اللي بيرفع وينزل الازاز، بصوا عامل ازاي. لازم طبعا عشان تشوفوا اكتر، الزرار ادوس عليه ينزل ما يطلعش. لازم عشان اطلع الازاز لازم افضل دايس عليه كده، ولو دوست عليه دوسه واحده كده ينزل الازاز والزرار يفضل معلق لتحت. فهو هيصلح لي ده اصلا كل الناس قالوا لي لازم تغير دي كلها. هنشوف بقى هيقدر يصلح ده ولا لا. تاني مشكله، انا ما عنديش هنا جراب نضاره في المكان ده. المكان ده مقفول كده. هو بقى بيركب جراب النضاره ده ازاي بقى؟ يلا بينا نعرف ازاي. هو راجل محترم جدا، رقمه وعنوانه هيبقى موجود في الفيديو، فتابعوا الفيديو للاخر. ما تنسوش اللايك والشير ودعوه لاخوكم بالخير. ويلا بينا نشوف اشطر صنايعي في مصر كلها. الباشمهندس رضا بيفتح. السلام عليكم. عليكم السلام. باشمهندس عامل ايه؟ حضرتك؟ الحمد لله يا ربنا. طبعا يخليك. انا بقالي كتير بتابع الراجل ده اكتر من سنه والله العظيم، وجات الظروف بقى ان انا لازم اجي عنده. انا اتشرفت بيك. الاول بس عرف الناس بحضرتك. انا رضا رشدي. طبعا اللي عارفني متابع معايا في صفحتي، انا كنت فاتح الاول محل قطع غيار، وكنت بصلح يعني اللي بقدر اخدمه ان انا اركب له حاجه في عربيته، ان انا عايز اصلح له حاجه بحاول على قد ما بقدر. تمام. وكان هدفي اصلا في الصفحه ان انا اعمل فيديوهات الناس تستفاد، اللي هو كل واحد يعمل حاجه بنفسه. انا عاجبني فيك اصلا ان انت بتعلم يعني انت يعني في صناعيه اسرار شغلهم ما بيطلعوهاش لحد. بخش عند الباشمهندس رضا يقول لك انت عايز تفك دي ازاي ويعلمك ازاي تفكها، ودي غريبه بصراحه. ربنا يخليك. ايه اللي خلاك اصلا تتجه للموضوع ده؟ انت اصلا بتعمل ايه بقى؟ قول للناس الاول انت بتعمل ايه. هو انا بصلح زراير ازاز وبركب جراب النضاره اللي هو بيبقى في السقف دوت. اللي انا جاي اعمله النهارده، انا جاي اصلح زرار الازاز وجاي اركب جراب النضاره وحاجات تانية كمان. بركب شريط ارباج. لا انا دي حاجات كنت انا لما كنت فاتح قطع غيار، ففي حاجات يعني عندي ببيعها. تمام. حتى ببيعها يعني شايف اسعار غريبه. والله العظيم اسعار رخيصه جدا يعني. الفكره ان انا كنت بعمل فيديوهات ديت الناس تستفاد تعمل حاجه بنفسها وكده. وبعد كده لقيت الناس في التعليقات بدات تقول لي عايز اجي اعمل كذا، عايز اجي اعمل كذا. في الاول كنت يعني عشان الموضوع كان هوايه، فكنت بعمل الموضوع اني ماشي اوكي هعملها لك كده بالحب كده. وبعد كده يعني شويه لقيت ان الموضوع بدا ان هو بقى شغلانه بقى. الناس كتير الزرار بايظه. ناس بالظبط. كتير ويقول لك غير الوحده كلها. يعني رحت الواحد قال لي غير الوحده دي كلها. الحمد لله يعني. هنتعرف دلوقتي، بس انت متخصص في عربيات معينه ولا اي نوع عربيات؟ بص حضرتك، انا بالنسبه لزراير الازاز انا شغال لغايه البورش. يا يعني بتجيلي ساعات مرسيدس وبورش وكل فولكس فاجن كل يعني في حاجات في الفولكس ما بشتغلش فيها عشان يعني بتكون على بورده مش بتبقى نافع فيها التنظيف وكده. تمام. انما الشغل الاساسي بتاعي زراير الازاز لغايه البورش زي ما بقول لحضرتك. وبالنسبه لمرايات العربيات بصلح كيا وهونداي بس. كيا وهونداي. وبالنسبه لجراب النضاره بعدل بقى على العربيات كتير، لانسر، نيسان. ما انت قلت لي ممكن في جراب نضاره يركب على عربيه ويركب على عربيتين ويركب على 3. بالظبط. انت بتعدل الكلام ده؟ بعدل الكلام ده. انا بشوف لما بتحط القطر في فرش العربيه انا بتخض اصلا. فهتشوف دلوقتي عملي في عربيتي انا. هيقطع في عربيتي انا. الاول بس قول للناس بقى عنواننا فين. احنا في النزهه الجديده، قدام مبنى المقاولين العرب، رقم 18 شارع محمد كامل حسين. حلو. رقم التليفون 012 0 43 23 121.
يعني عشان ما عطلوش بقى ونعطل نفسنا، نخش بقى نصور هو هيعمل ايه بالظبط ونتكلم معاه. يلا بينا. يلا يا هندسه. انا عندي مكنه الزرار دي، الزرار ده ادوس عليه كده ينزل ما يطلعش، وهنفتح فتحه النضاره. طيب تحب نبدا بايه؟ اللي انت عايزه بقى، انا سايب لك نفسي. المفتاح العربيه يا باشا بتاعتك. وهنتفرج بقى الباشمهندس رضا هيعمل ايه النهارده. بتجيلك حاجات صعبه بتاخد طبعاً. وقت طويل بالنسبه لايه؟ لشغلها. زرار الازاز في عربيات يعني ما بينفعش ان انا اقعد اصلحها، بيكون مثلا في 4-5 عربيات واقفين، فبضطر ان انا اقول له تسيب لي الوحده واعملها لك وتبقى تيجي تاخدها. امتى تقول بقى ان الوحده دي خلاص مش نافعه تتصلح ولازم تتغير؟ لما بتكون محتاجه كوبري، يعني محتاجه ان انت تضرب لحام وتحط سلك والكلام ده، انا ما بعملش الكلام ده. بقول له لا. ليه؟ لان حضرتك انت بعد كده ده بيأثر على طفيلة العربيه. انما لو حاجه هتغير وما يبقاش اي تأثير عليها على العربيه ديت اللي بقدر اعملها. يلا بينا. يلا بينا. طبعا من قبل ما اجي جنب حاجه عارف ان دوت حضرتك هتدوس عليه كده أيوة. مش هيرد تاني في مكانه. بالظبط ديت كده. المشكله اللي هي سايده في الصراط. هي المشكله دي بتيجي من، انا اصلا اللي عملها لي بتاع واحد كان بيغسل عربيه. واول ما سمعت تك انا سمعتها اصلا. بص حضرتك، هو ده مش ذنبه. هي الوحده ديت فيها مشكله كده، ان هي الزرار لغايه حد معين وبعد كده بتتكسر، واغلبيه المشكله ديت بتكون من ملمع والسبريات. اي سبراي حضرتك بترشه بيأثر على الفبر بتاع العربيه كله. حتى هوايات التكييف ديت اللي حضرتك بتتكلم عليها ديت مشكلتها برضه من السبراي. من السبراي. السبراي بياكل البلاستيك. بياكل البلاستيك وبيعمل حاجه، بيأثر في حاجات كتيره، ممكن بيعمل عازل ما بين والله العظيم التلامس. يعني اللي بيلمع لي العربيه ويرش وانا ببقى فرحان كده ده بيضرني. دي مشكله. تقول لي في برضو الزرار اليمين ده ساعات بيعلق في النزول او بيبقى رخم شويه. يعني حضرتك ساعات تدوس ما بينزلش. ما بينزلش. كله متصل ببعض. الثلاثه دول، الثلاث زراير دول متصلين ببعض، يعني ده متصل بالباب بتاعه وكل واحد فيهم متصل بالباب بتاعه. ممكن يفصل من هنا تمام، يفصل هناك كمان، او دوت يفصل مثلا هنا يفصل هناك، او هناك يفصل يعني يفصل ده هنا. الكنترول بتاع الاربع بيبان كلهم مجتمعين مع بعض، يعني كله على التوالي مع بعض. حلو. نبدأ نفك بقى. يعني هنغير ولا هنصلح؟ لا، ده الزرار دوت احنا هنغيره بزرار زي دوت بالظبط، معلوش 3 نقط بس هيشتغل اوتو ويدي نفس الاداء وكل حاجه. طب الحمد لله. يعني قصدي مش هنحتاج يبقى نغير الوحده كلها زي ما قالوا لي والكلام ده. لا. طب الحمد لله. الفك بقى طبعا ده ليه اسس، لان في ناس بتفك عافيه. لا بص بتجيلك حاجات كده، انت الصناعي يكون فك ودخل مفك وراح مبوظ الوحده. وبقول للناس يعني يا جماعه انا دايما اشوفك تقول كده بصراحه. انا عاجبني فيك الحته دي قوي بصراحه. ربنا يخليك. بص حضرتك ديت فبره، اول حاجه ديت بنفكها تطلع كده بالطريقه ديت. حلو. تحتيها مسمار هنا. تمام. ده احنا كده بنتكلم على السيراتو ال 2015 لغايه ال 2018. تمام. وفي كاوتش هنا ده برضو بنشيله كده، برضه تحتيه مسمار. تحتيه مسمار. كل ده عشان نفك الفرش ده. عشان نفك الفرش ده. حلو قوي. نبدأ بقى نفك المسمارين. طبعا احنا لو الموضوع هياخد معانا وقت جامد، المسامير كلها والحاجه اللي بنفكها لازم بنشيلها في مكان معين، انما هو كل الموضوع ما بياخدش 10 دقايق. طب كويس على طول يعني. لا وانت خبره خلاص يا هندسه. كده يتفك فرش الباب كده خلاص. هما مسمارين بس. ده بالنسبه للسيراتو 15، عشان في حاجات تانية ما حدش يفك مسمارين ويشد ويكسر. بس وبعدين بنشد كده بتطلع معانا. دي الفيشة اللي هي بتاعه الاوكرا لازم بنفكها. ودي فيشه الوحده. الفيشه بتاعه الوحده، وده الفيشه بتاعه وحده المرايات. المرايات بتكون لوحدها، ووحده الزراير بتكون لوحدها. تمام. عشان حضرتك تبقى عارف. طبعا احنا فكينا كل الكليبسات بتاعتنا الحمد لله، كلها سليمه. كلها سليمه. بص مفيش حاجه اتكسرت. تسلم ايدك. ربنا يخليك. انا عاجبني جدا انت تخصصت في حاجه
بتفيد الناس جدا. يعني الحاجات دي بتكلف الناس كتير قوي بصراحه. يعني انا انتهزت الفرصه ان انا اجي لك ده شرف لما ليا يا شفت أستاذ كميه الفيديوهات وتعليقات الناس اللي بتدعي لك وبتشكرك. ربنا يخليك. مش من فراغ يعني. بص حضرتك شايف الجزئيه اللي جوه دي؟ هي الريشه الصغيره دي. الريشه الصغيره دي المفروض بتكون مكانها هنا كده. تمام. طبعا في ناس تقول لك نلزقها. طيب حتى لو حضرتك لزقتها هينفع تخش في المجرى ده؟ هي بتعدي في المجرى هي ده. الصغيره دي فلو لا حضرتك طبعا. حطيت لزق مش هتضيق على هتمر. المسافه طبعا. بالظبط. فاحنا بقى بنعمل ايه؟ بنغير الزرار خالص. دي تتنضف كده بس ما تجيبش عليها اي حاجه خالص بنفس الطريقه اللي انا بعملها دي. بس هو حضرتك انت بتشتكي من زرار تاني اللي هو ده بقى حضرتك بتقول ضعيف. ساعات تنزل ما بيطلعش او بيطلع بالظبط. ما بينزلش. هفك واوري حضرتك ايه اللي حصل. ده الزرار اللي هو حضرتك بتقول لي ان هو ساعات بيطلع ما بينزلش. بالظبط. وبقى تقيل حتى في التطليع بقى تقيل. بص حضرتك بقى من جوه ايه اللي حاصل. شايف من جوه ده؟ هفك الريش دلوقتي واوريك. بص من جوه. يا نهار ابيض. والتانية هكذا. طبعا ده كله عامل عازل. ده اللي بيعمل العازل اسمه كربون، اللي هو من كتر استهلاك الموتور ذات نفسه وهو اللي بيعمل كده. دي فرشه مش فرشه صغيره خالص. دي اللي هتنضف الكربون ده. يعني مثلا لما بتجيلي عربيه مرسيدس او بورش او الحاجات ديت بتكون محتاجه حاجات رفيعه جدا ان انا افك بيها حاجات زي كده مثلا. دي اللقم بتاعت بضطر اجيب حاجات زي كده. كده خلاص. نجرب مع بعض ونقفل. يلا بينا. هو المفروض كده دي تكه اللي هي الاوتو. هو انت عند حضرتك اوتو داون بس يعني ينزل بس كده، انما السلام عليك. كان ما بيطلعش ينزل ما يطلعش تاني. وده اشتغل معانا اهو كويس. حلو قوي. هنخش بقى في العمليه الجراحيه. نخش في العمليه الجراحيه. تركيب النضاره. تعال نتفرج الاول على النضاره بقى من عند الباشمهندس رضا. بص طبعا دي ارقام تليفوناته اهي عشان اللي حد حابب يكلمه، وده رقم الواتس كمان اهو. باشمهندس رضا من الناس المحترمه جدا اللي الواحد يتعامل معاها يعني. ربنا يخليك. طبعا لازم نغسل ايدينا عشان ايه؟ عشان الفرش بتاع السقف. طب والله يعني كتر خيرك. هي دي اللي هتركب؟ دي اللي هنركبها. دي اللي هتركب في العربيه. وطبعا هي بيبقى في الكهرباء بتاعتها جاهزه ولا انت لا انا باخد من الفانوس اللي في النص توصيل وبركب انما ما بتبقاش جاهزه. لا ما بتكونش جاهزه. طبعا العربيه عشان نقول للناس هي ليه ما نزلتش اصلا بجراب النضاره، فيعني قول لهم. انا عارف بس يعني قول لهم. يعني كل واحد بيجيب بمواصفات معينه. في حاجات بتيجي بمواصفات كده بس دي حاجات يعني حاجات يعني تبقى عاديه بس تتشال من العربيه عشان تبقى فيها اولى وفئه ثانيه وفئه يعني بالظبط. الكلام الفئات اللي عندنا في مصر الغريب ده يعني. الناس كلها بتتخض منه. وانا لما بشوفه بتخض اصلا. بص بقى قول لي انت هنعمل ايه؟ يعني نشرح لي كده الاول. اول حاجه احنا بنفتح من هنا كده وبنفتح كده كده. يعني الحز اللي هو عاملينه هنا. بالظبط. بس بنفتح اضيق شويه وبعدين بنبدا نوسع سنه سنه علشان خاطر تيجي معانا مظبوطه ستريت، تبقى مقفله من كل ناحيه. عشان تبقى المقاس مظبوط. هي طبعا ديت مش بتاعت الكسري، ديت اللي هي بتاعت الالنترا احنا بنعدلها عليها يعني. لان بتاعت الكسري ناقصه شويتين يعني. تمام.
بس دي تركب عادي. طبعا. يا عيني على الصبر. ثواني يا هندسه بالله عليك. انت متاكد من اللي انت بتعمله ده يا هندسه؟ يا نهار ابيض. انا بقطع في السقف بتاع العربيه. بقطع في قلبي. كده طبعا. ده انا ما عنديش الا دي بس اللي بتنور الصغيره اللطيفه دي. انت هنا كمان زودت اضاءه العربيه. ما هو ده اللي انا جاي ليه بيه اكتر من نضاره على فكره. الله. طبعا احنا زي ما قلنا بنفتح اضيق شويه وبعدين بنوسع سنه سنه. دي مش كتير بيعملها، يعني في ناس بتحاول تداري معلومه ولا معلومتين بحيث ان الناس ايه حضرتك انت لو دخلت على جوجل مابس عندي هتلاقيهم كاتبين، واحد كاتب لي، واحد صنايعي يعني كاتب لي حسبي الله ونعم الوكيل، وقفت حالنا. ليه؟ انا ما رضيتش امسح الكومنت دوت. ليه؟ سبته، قلت له كل واحد بياخد رزقه. بالظبط. هو مفكر ان ما حد. طب ما انا هقول لحضرتك، انا بقول لك هدفي في الموضوع ما كانش ان انا اشتغل بايديا، ودلوقتي انا شغال بايديا وربنا كرمني. انا عايز اقول لك الناس اللي بتفكر كده، يعني ما انا برضو عندي مشكله في الصفحه من ناس اصحاب محلات. لما بروح اصور ورشه والناس بتعرف طريق الورشه يقول لك انت كده بتقطع علينا وعرفت الناس المصدر. فالرزق سبحان الله، يعني انت بتبقى بتعلم الناس بس رزقك بيكتر سبحان الله فعلا، وبيجي لك ناس اكتر. دي حقيقة. يعني الناس بتبقى واثقه فيك ان انت بتقدم ده الراجل ده قال المعلومه، لا ده انا اروح له. كده هنا تاني كده، قفل الوش بتاعنا رجع زي ما كان، لكننا ما عملناش حاجه الحمد لله. الحمد لله. بص بقى تركب مكانها على طول. السلام عليك يا باشمهندس. كده الفينش اهو زي ما حضراتكم حلو قوي. السلام. والنضاره تتحط هنا بدل ما بتضيع مني. واقوي مش حاجه يعني خفيفه يعني. ما شاء الله عليك يا باشمهندس، ربنا يخليك. بجد تسلم ايدك. بقى ليه اخ هنا باشمهندس رضا، راجل محترم جدا، واي حد هيجي هنا هيتبسط وهيدعي لي ويدعي له بجد والله العظيم. تحياتي ليك يا باشمهندس، ربنا يبارك في عمرك وفي صحتك، واتمنى كلكم تجربوا تيجوا تشتغلوا هنا مع الباشمهندس رضا وتعملوا حاجاتكم. اي حاجه في العربيه، اي عربيه بقى تعالوا له واتصلوا بيه، هو هيبقى متاح لكل الناس. اتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنسوش اللايك والشير ودعوة لاخوكم بالخير. سلام.